بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج تسميد جامعة عين شمس. النهارده هنتكلم عن الزراعة الصيفي بالشتلات المثلجة الفريجو، اللي هي زراعة الفراولة اللي هي الصيفي بالشتلات المثلجة الفريجو. يستخدم هذا النظام شتلات تم تقليعها في المشاتل من خلال شهر ديسمبر ويناير اللي هو 12 و1، ثم خزنت في الثلاجات تحت درجة -7 تحت الصفر حتى ميعاد الزراعة اللي هو في أغسطس وسبتمبر اللي هو 8 و9، في درجة حرارة تسمح لها لا تسمح بالنمو البكتيريا والفطريات. طيب، بتترك طبعا، بتؤخذ هذه الشتلات من المشتل طبعا في شهر 12 أو 1 في مكان مظلل لحمايتها من الجفاف، ثم تعبأ في عبوات من الكرتون أو الخشب المبطنة بالبلاستيك الخفيف الذي لا يسمح بتبادل الغازات أثناء التخزين. طب يتراوح عدد الشتلة في الكرتونة من 1000 إلى 2000 شتلة، ثم توضع في الثلاجات، تنقل إلى العبوات بعد ذلك إلى مباشر إلى الثلاجات، ثم تخرج قبل الزراعة بيومين وتطهر ببعض الفطرية، طبعا بالمطهرات الفطرية زي مادة السيفونات المصايل أو الكبريت الميكروني أو مادة الكربندازيم أو مادة الكابيتين. ثم تؤخذ هذه الشتلات بعد ذلك تخرج من الثلاجات وتزرع في شهر 8 أو 9. طبعا بنحرث الأرض حرث جيد ونعملها مصاطب أو خطوط، 10 خطوط على القصبتين أو مصاطب بيزرع عليها 4 جور، طبعا 4 نباتات أو 4 خطوط. طبعا بنحط الخدمة الزراعية ل 20 متر سماد بلدي مع السوبر مع الكبريت مع سلفات النشاتر. وطبعا نبدأ نحرث الأرض وبعد كده نبدأ نزرع في وجود المياه طبعا. وزراعة الفريجو ديت من طبعا تبقى مهمة خالص، ويتم طبعا الزراعة دي صيفي مثلجة فريجو. الفدان بيحتاج من 16 ل 20 ألف شتلة للفدان، بتزرع من 25 إلى 30 سنتي، بتزرع من 9 ل 10 خطوط على القصبتين. طبعا ميعاد الزراعة طبعا في 8 و9، ميعاد الحصاد اللي هو مارس اللي هو شهر 3 و4، ماشي، شهر 3 و4. الفدان طبعا إنتاجه من 8 إلى 12 طن. طبعا بيحتاج إلى بعض طبعا الأسمدة الكيماوية زي بنبدأ طبعا بالنترات أو سلفات النشادر مع الفوسفوريك، بوتاس، بتاخد بوتاس، نترات كالسيوم، رشة حديد زنك منجنيز، وبنركز على رشات المن والتريبس. يبقى بنرش رشة طبعا حشري مرة، وحشر ومغذي مرة، ومرة فطريات مرة، ماشي. طبعا ورش كل 3 أيام رشة طبعا. نسألكم الدعاء. اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.